دايما بنسمع إن زيادة الوزن دي معادلة سهلة قوي، كلت كتير اتحركت قليل يبقى هتتخن. بس الحقيقة إن الموضوع أعمق من كده بكتير. في الشرح ده هنفك شفرة العلم اللي ورا السمنة عشان نفهم القصة الحقيقية. فهل هي دي كل الحكاية؟ هل الموضوع كله بيتلخص في عدد السعرات اللي بناكلها قصاد المجهود اللي بنعمله؟ ده السؤال الأساسي اللي هنحاول نلاقي له إجابة النهاردة. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نتفق على تعريف واضح. علمياً السمنة هي حالة بيحصل فيها ترسب لكميات دهون زيادة عن الطبيعي في الجسم. وخلوا بالكم من كلمة دهون دي بالذات، احنا هنا بنتكلم عن دهون مش زيادة في وزن العضلات أو المية. دي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبدأ بالأسباب الحقيقية اللي ممكن تكون مستخبية ورا زيادة الوزن، بعدين هنشوف الفرق الكبير بين السمنة اللي بتبدأ في الطفولة واللي بتبدأ في الكبر، وهنعرف إزاي بتتقاس، وفي الآخر خالص هنوصل لطريقة جديدة ومختلفة نبص بيها للموضوع ده. تمام، يلا بينا ندخل في الجد. السبب المباشر للسمنة هو فعلا إن الطاقة اللي بتدخل الجسم بتكون أكتر من اللي بتتحرق. بس المعادلة دي عشان تحصل محتاجة شريك أساسي ومهم جدا، وهو الاستعداد أو القابلية. السمنة عمرها ما بتكون سببها حاجة واحدة بس، لا، دي بتبقى عبارة عن كوكتيل معقد من العوامل. بنتكلم هنا عن جينات ممكن تكون مجهزة الجسم للموضوع ده، مشاكل عصبية، عادات أكل اتكونت وإحنا صغيرين، ده غير طبعا قلة الحركة والضغوط النفسية والبيئة اللي حوالينا، كل دول بيشتغلوا مع بعض. بنشوف دايما إن السمنة بتبقى منتشرة في عائلات معينة، والموضوع طلع أكبر من مجرد إنهم بياكلوا نفس الأكل. الجينات نفسها ليها دور مباشر، ممكن تأثر على مراكز الشبع والجوع في المخ، وممكن تأثر على سرعة حرق الجسم للطاقة، وحتى ممكن تخلي الواحد ميال نفسيا للأكل أكتر من غيره. وهنا بنشوف قد إيه المخ هو اللي سايق. النقطة دي بتوضح حاجة خطيرة جدا، إن مجرد إصابة بسيطة في جزء صغير قوي في المخ اسمه الهايبوثالاموس ممكن تخلي الواحد ياكل بشراهة وبدون توقف، وده طبعا بيوصل السمنة. يعني الموضوع حرفيا ممكن يكون كيمياء في المخ. العادات اللي بتتزرع فينا واحنا صغيرين بتكمل معانا. يعني مثلا فكرة إن الأكل الصحي معناه 3 وجبات كبيرة ومليانة في اليوم، دي فكرة ممكن الأهل يربوا عليها أولادهم بنية سليمة تماما، بس للأسف ممكن تتحول لعادة بتكمل مع الواحد طول عمره وتخلق حالة مستمرة من تخزين الطاقة الزيادة. دلوقتي بقى نيجي لنقطة محورية فعلا وممكن تكون مفاجأة لناس كتير، وهي إن مش كل السمنة زي بعض. في فرق جوهري وكبير جدا بين السمنة اللي بتبدأ في الطفولة والسمنة اللي بتظهر لما الواحد يكبر. ركزوا قوي في النقطة دي. السمنة اللي بتظهر في الكبر بيحصل فيها إن الخلايا الدهنية اللي موجودة أصلاً في الجسم حجمها بيكبر. أما بقى السمنة اللي بتبدأ من الطفولة فدي قصة تانية خالص. بسبب الأكل الزيادة في السن ده، الجسم مش بس بيكبر حجم الخلايا الدهنية، لا، ده كمان بيصنع خلايا دهنية جديدة. يعني بيحصل زيادة في العدد والحجم مع بعض، وده بيفسر ببساطة ليه النوع التاني ده بيكون أصعب بكتير في علاجه، لأن عدد الخلايا ده بيفضل تقريباً ثابت طول العمر. طيب بعد ما فهمنا الأسباب والأنواع المختلفة، إزاي بقى بيتم تقييم وتشخيص السمنة بشكل عملي؟ خلينا نشوف إيه هي المقاييس اللي بتستخدم. أشهر وأبسط أداة بتستخدم هي مؤشر كتلة الجسم أو BMI. معادلته سهلة جدا، بنجيب الوزن بالكيلوجرام ونقسمه على مربع الطول بالمتر. الرقم اللي بيطلع بيدينا مؤشر مبدئي عن وضع الجسم. الرقم اللي بيطلع ده بنحطه في التصنيفات اللي قدامنا دي. زي ما هو واضح، أي رقم تحت 25 بيعتبر في المعدل الطبيعي. من 25 لحد 30 دي مرحلة زيادة الوزن، وأي رقم فوق 30 كده بنبقى دخلنا في درجات السمنة المختلفة. بس مؤشر كتلة الجسم مش هو الأداة الوحيدة. في طرق تانية أدق زي قياس سمك طبقة الدهون اللي تحت الجلد أو تحليل نسبة المية في الجسم. كل الطرق دي بتساعد إننا ناخد صورة كاملة ومتكاملة عن تكوين الجسم، مش مجرد رقم على ميزان وخلاص. والصورة الكاملة دي هي اللي بتفرض علينا إننا محتاجين نفكر في الموضوع كله بطريقة مختلفة، ونتجاوز الفكرة السطحية البسيطة اللي بدأنا بيها. الخلاصة والنقطة الأهم في كل ده إن السمنة دي حالة فسيولوجية معقدة جدا. هي مش مجرد اختيار أو نقص في قوة الإرادة، دي نتيجة تفاعل بين جينات وبرمجة حصلت في المخ وعادات اتكونت من الطفولة. كل العوامل دي بتخلق حالة بيولوجية حقيقية، مش مجرد قرار يومي سهل. وده بيخلينا نختم بسؤال مهم جدا محتاجين كلنا نفكر فيه. بعد ما عرفنا كل التعقيدات العلمية دي، إزاي ممكن نغير الطريقة اللي بنتكلم بيها في مجتمعاتنا عن الوزن والصحة؟ سؤال يستاهل نقف عنده.